اعمل انواع ان انا اقدر اسوق بيها. مش شرط طبعا ان انا اجيب الاربع انواع، ممكن اجيب نوعين اتنين بس واقدر ان انا اهجن منهم زغاليل، اخد منهم زغاليل حجم كويس واخد منهم سرعه في الانتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا يشغل كل الناس، موضوع الكلفة. الكلفة بتبقى غالية ولكن الحمام ما بيجيبش همه في التربية زي ما احنا بنقول. بنصرف كتير مفيش انتاج. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الانتاج، هنتكلم على افضل انواع الحمام اللي انت المفروض تربيها في الوقت ده عشان تستغل غلو الكلفة او زيادة اسعار الكلفة. طبعا احنا عارفين اليومين دول الكلفة غاليه، فبنلاقي الانتاج اقل في الحمام بتاعنا، او بنلاقي الحمام بتاعنا حتى لو الانتاج بتاعه كبير ما بيجيبش همه. يعني لو احنا بنربي حمام زي الحمام اللي هو البلدي، الكلفه طبعا بتاعته ما بتجيبش همها. الحمام البلدي انا اتكلمت عليه اكتر من كذا مره، قلت هو كده كده البديل بتاعه اللي هو الحمام اللاحم، ولكن الحمام اللاحم بياكل كتير جدا. هنتكلم برضو على طريقه ازاي تستخدمها مع الحمام اللاحم، وافضل انواع الحمام في التربيه في الوقت الحالي اللي هو الحمام اللي هو مطلوب اللحوم. عشان تقدر تسوق في الحمام بتاعك لازم انك انت تربي انواع معينه بس في التوقيت ده. الحمام اللي هو بيكون زغاليله كبيره وزنها كبير ده طبعا هو اللي انت المفروض تشتغل فيه، والمفروض ان انا انصح بيه كل الناس في الوقت الحالي. الحمام البلدي بنربيه يا دوب ما بيجيبش حق الكلفه، او ممكن ان هو كمان ما بيغطيش حق الكلفه معانا، زائد ان هو كمان بيهلك مصاريف كتيره جدا في الوقت الحالي. فعشان كده ان انا ممكن اربي مثلا زي انواع الحمام الرومي، الحمام التلتينات، الحمام اللي يديني وزن زغلول حوالي 500 جرام. ده اللي مطلوب في المطاعم دلوقتي، ده اللي مطلوب في الاسواق بتاعتنا. الفرارجيه كمان بتسال على اللحوم اللي هي بيكون وزنها كبير، فلازم ان انا استخدم الحمام اللي هو يديني وزن زغلول ما يعادل من 500 ل 600 جرام. طبعا انواع الحمام اللي زي دي كده هتلاقيها في اللاحم. الحمام الرومي، قلنا الحمام الرومي اللي يعيب بس فيه ان هو بطيء نسبيا، فانا ممكن اهجن الحمام الرومي بالحمام اللاحم، او ممكن ان انا اجيب الحمام اللاحم اللي هو السيرف واربيه عندي. ده هيستهلك معاه كلفه، ولكن ممكن ان انا اقدر استخدم معاه وسائل كتيره جدا عشان احسن من مستوى الانتاج بتاعه. يعني لو احنا جبنا حوالي 20 جوز، ممكن ان ال 20 جوز دول يصرفوا لي 800 جنيه او 700 جنيه كلفه في الشهر. ممكن ان انا اطلع منهم زغاليل ابيعهم مثلا حوالي 10 زغاليل من ال 20 جوز دول، يبقى انا كده ببيع الجوز مثلا عما يعادل ب 150. لو طلع لي 1000 جنيه منهم يبقى انا كده غطيت حق الكلفه وغطيت حق اللي هو الزغاليل بتاعتي وحق المجهود بتاعي. لو زودت العدد طبعا هيزيد طبعا في المكسب بتاعي. فعشان كده زي ما احنا بنقول الحمام ده بياكل والحمام ده بياكل. مصاريف الحمام البلدي طبعا ما بتجيبش همها في الوقت الحالي. زغلول الحمام اللي هو البلدي بيبقى ضعيف جدا جدا، ما يعادل زغلول واحد بس. الاثنين يعادل زغلول واحد بس من الزغاليل اللي هي اللاحم، او زغلول اللي هو اللاحم اللي هو بيعادل 600 جرام. يعني الجوز اللي هو البلدي ما بيجيبش طبعا 600 جرام او 700 جرام بالكتير قوي. فانا كده اربي الحمامه اللي هي تديني وزن تديني لحوم عشان ان انا اقدر اسوقها، وفي نفس الوقت عادل الكلفه اللي هي بتبقى غاليه في التوقيت ده. وزي ما قلنا كده، لو انت هتربي الحمام اللاحم لازم تحضن تحتيه بالثلاث زغاليل. يعني لو انا عندي 10 قصوص مثلا او 15 قص، ال 15 قص ده في منهم بينتج حوالي 8. الثمانيه ممكن اخد من تحت الاربعه القصوص اللي هم انتجوا زغاليل واوزع عليهم. طبعا ممكن في الوقت ده ينتجوا في وقت واحد، اوزع الزغاليل بتاعتي على القصوص، كل قص يبقى تحتيه 3 زغاليل. صدقني دي تجربه انا عملتها مع الحمام اللاحم كتير جدا. اي قص هتحط له زغلول يكون في السن بتاعه هتلاقيه هياكل الزغاليل بتاعته ويظبط الوزن بتاعها. كل قص طبعا بيبقى تحتيه 3 زغاليل، يبقى انا كده بدي فرصه للحمام ان هو يشتغل تاني من اول وجديد وينتج من اول وجديد. يبقى انا كده بزود الانتاج وبزود المكسب بتاعي في الحمام بتاعي، بعادل الكلفه بتاعتي اللي هي طبعا بنتكلم عليها الكلفه اللي هي بتبقى غاليه في الوقت ده. الحاجه الثانيه، لو انا اقدر اجيب لي مثلا قصين زينه، قصين بيكون ثمنهم غالي، ما يفضلش طبعا ان انا اشتري اي حمام مثلا غزار بيكون ثمنه رخيص. يبقى انا كده بهلك وقت وبضيع وقت في الانتاج عندي وبضيع وقت في التسويق بتاعي. عشان كده لازم ان انا اجيب حاجات يكون مستوى عالي. لو انا اقدر اجيب قص قصين 3 في الوقت ده، القص ده زي ما احنا قلنا يا جماعه حمامه غاليه، ولكن انا هاكلها مره واحده بس، مش هفضل اكلها كلفه باستمرار عكس طبعا الحمام اللاحم. دي انا بتكلم ان هي تكون
مع الحمام اللاحم ان انا لازم اجيب قص اذا كنت غاوي غزار او حاجه زي كده، او ان انا اقدر اسوق الحمام اللي هو الغزار بس بيكون مستويات عاليه. ما بجيبش طبعا مستويات ضعيفه عشان ان انا اقدر ان انا ابيع حتى الزغاليل بتاعتها لو ب 800 جنيه 1000 جنيه، يبقى انا كده برضو بقدر ان انا اكسب من تربيه الحمام، والكلفه بتاعتي بتوازي معايا تربيه الحمام بتاعتي. اللي انا دايما بشتكي بقول الكلفه غاليه، وفي ناس كتيره جدا بتصفي في الوقت ده بسبب غلو الاسعار، ولكن لو انا شغلت دماغي شويه مع الحمام بتاعي هقدر ان انا انتج وهقدر ان انا اعادل الكلفه بتاعتي بالنسبه لتربيه الحمام بتاعي. فعشان كده لازم ان انا اسوق الحمامه اللي هي تكون نظيفه، الحمامه اللي يكون وزنها كبير. الحاجه الثالثه والاخيره اللي هتكلم عليها ان انا لازم انهي على اي قص موجود عندي بيكون طبعا بيهلك كتير جدا في الوقت. الاسوس اللي هي مش شغاله اللي انا هفضل اكلها على عمال على بطال، انسى تربيه الزغاليل في الوقت ده. كمان ما ينفعش ان انا افضل اكل في الزغاليل في الوقت ده عشان ما اهلكش معاها وقت وما ضيعش معاها وقت. اي زغاليل عندك حاول انك انت تطلعها، حاول انك انت تقلل من عدد الزغاليل على الاقل لو انت هتربي الزغاليل عندك. اي قص مش شغال حاول انك انت تستغله حتى لو حضان، ولو هتحس انك انت مش هتستغله حضان حاول انك انت تتصرف فيه تذبحه، تعمل فيه اي حاجه، ولكن ما تخلوش عندك في المكان عشان ما تضيعش وقت وتاكله عمال على بطال. دي كده الحلول السهله والبسيطه جدا بالنسبه لزياده الاسعار في الكلفه اللي انا عملتها عندي، والحمد لله جابت معايا نتيجه جميله جدا ونتيجه هايله جدا. بالنسبه للحمام بتاعي اللي هو مثلا الحمام اللاحم اللي انا ما فكرتش في يوم من الايام ان انا اصفيه، ولكن كنت قللت العدد ورجعت زودت العدد لما لقيت فعلا اليومين دول بدا يطلب مني اللي هي الزغاليل اللي هي الذبيح. زغاليل الذبيحه يا جماعه طبعا ممكن ان انا اسوقها بتبدا من 120 125، ممكن لو انت وشطارتك توصل ل 150 جنيه كويس جدا. عمر 25 يوم يبقى انا كده بستفاد من الزغاليل بتاعتي كذبيح. مثلا بسوق الزغاليل بتاعتي مطلوبه، كل الناس بتسال عليها في الوقت الحالي، الفرارجيه بتسال عليها، اصحاب المطاعم. يمكن كان في فتره من الفترات كده الحمام اللاحم بنتكلم عليه ان هو حمام تربيه وعمالين طبعا نقول سلالات والكلام ده، ولكن بدات العمليه تمشي في موضوع اللي هي الذبيح بالنسبه للحمام اللاحم، وبالنسبه لاي حمام ذبيح بيكون وزنه كبير زي ما احنا بنقول كده. فلازم ان انا اشغل دماغي مع الحمام بتاعي زي ما انا قلت كده يا جماعه، وما اهلكش وقت في الكلفه بتاعتي. اي قص من الاصوص اللي عندي اللي مش شغاله انهي عليها تماما. الاصوص اللي هي بحس ان هي في البيع والشراء بتاعها احاول برضو ان انا انهي عليها تماما. الاصوص اللي هي العطال اشغل تحتها زغاليل او احضن تحتيها، يا اما اتصرف فيها اذبحها انهي عليها برضو من المكان عندي. زائد ان انا ما ينفعش ان انا اضيع وقت كبير جدا مع تربيه الزغاليل. عايز اربي الزغاليل من سلالات من عندي مثلا، هحسن السلالات ولكن بعدد قليل جدا من الزغاليل، وافضل انواع الحمام في التوقيت ده عشان استفاد منه كتربيه، اللي هو البديل بالنسبه للحمام البلدي اللي هو الحمام اللاحم او الحمام التلتينات المهجن مثلا باللاحم بالرومي. الحمام اللي هو منتج عندي باستمرار، ولكن ما جابش حمام بياخد وقت كبير جدا في الانتاج زي ما احنا بنقول. دي كده يا جماعه كل الحلول السهله والبسيطه جدا اللي انا ممكن استفاد منها في تربيه الحمام واستفاد منها مع الحمام بتاعي. وقلنا ازاي ان احنا نحضن الحمام بتاعنا بالثلاث زغاليل عشان ازود كمان انتاج الحمام بتاعي وما اهلكش في الكلفه اللي احنا بنتكلم عليها. ودي كده بتكون نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.